السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حبايبي وحشتوني، عاملين ايه؟ ربنا يبارك لي فيكم وفي اولادكم وفي ازواجكم، اللهم امين. بصوا بقى يا حبايبي، القصة النهاردة قصة حقيقية من الواقع. واحدة بتقول قولولي اعمل ايه، انا غلطانة ولا مش غلطانة؟ اذا كنت غلطانة قولولي عشان ارجع في كلامي تاني. ايه هي الحكاية؟ الحكاية بتقول ان في بنت عندها حوالي 39 سنة، بتشتغل وفايتها قطر الجواز زي ما بيقولوا، مفيش حد مناسب يتقدم لها. جت واحدة صاحبتها جابت لها عريس ملتحي ومتدين وعلى خلق. راح ايه؟ احكي لي عنه. قالت لها واحد اتنين تلاتة مثلا، يعني ان هو عايز يشوفك الاول في كافيتيريا ويتكلم معاكي وتتفاهموا. فقالت لها خلاص ماشي موافقة. قالت لوالدتها، قالت لها روحي المقابلة دي بس ونشوف، تشوفي دماغك ماشية مع دماغه ولا لا. قالت لها انا خايفه يكون من هو يعني متدين يكون دماغه مقفوله وكده. قالت لها بس روحي وشوفي الاول وبنتي قرري ايه اللي هيحصل. طبعا امها عايزه، ما هتتجنن، عايزه اتجوزها. راحت الكافيتيريا، قابلته، سلمت عليه، اتعرفوا على بعض. طبعا كلموا بعض بالتليفون واتقابلوا في الكافيتيريا وكده. فبيقول لها آه عرفيني بنفسك. قالت له انا عندي 39 سنه وشغاله في الشركه الفلانيه، وربنا ييسر الحال لو في نصيب للجواز اقعد من الشغل. قال لها تقعدي من الشغل ليه؟ مش الحياة تعاون؟ ابتدت دماغها ايه، تاخد وتدي. قالت له بعدين قول بقى اللي عندك كله، انا قلت لك اللي عندي. قال لها يعني عايزه اقول لك. طبعا ابتدى طبعا يخبط في الكلام. طبعا انت كبيره وما انتش صغيره، وعاقله، ويعني قطر الجواز فاتك. انا اسفه. وكبرتي، فيعني انا هبقى فرصه بالنسبه لك. قالت له نعم. قال لها يعني اسمعيني للاخر. قالت له وبعدين؟ قال لها انا متزوج. راحت بصله مخضوضه قوي كده. قالت له متزوج؟ قال لها وعندي 6 اولاد. متزوج وعندك 6 اولاد بتدور على الجواز ليه؟ قال لها ليا مثنى وثلاث ورباع. ازاي ده بقى؟ انت بتحلل لنفسك اللي بتحلله بمزاجك انت، ولا انت بتتجوز عشان الجواز، ولا مراتك فيها حاجة يعني؟ قال لا لا، ما فيهاش حاجة، بس هي ايه، ملخومة في العيال بقى وفي البيت ومش فايقالي وبتاع. فانا قلت اتجوز واغض بصري. وبعدين انا شايف ان انت عايزه حد يعفك يعني ويجوزك، انت كبرتي وما بقيتيش صغيره، يا دوبك تلحقي تجيبي لك حته عيل، وخليكي في شغلك وساعديني وربنا ييسر وتكسبي ثواب. وبعدين وانا اتفرغ بقى للعباده واعتكف واصلي واقرا قران وكده يعني. قالت له بعدين انا اللي هشتغل يعني؟ قال لها اه بقى انت شوفي حالك تصرفي على العيل اللي هتجيبيه، هو ومراتي وعيالي وامي. قالت له هو ايه ده؟ انت بتتكلم على ايه بالظبط؟ انا مش فاهمه منك حاجه. قال لها يعني انا متزوج وعندي 6 اولاد وامي عايشه معايا، انت هتكفليهم وتستوري نفسك يعني. انت الجوازه دي هتستورك يعني، بدل ما انت قاعده من غير جواز. عايز يقول لها انت عانس وانت حيوان وقليل الذوق. انا اللي بقول لك هنا من عندي، انا من هنا، انت حيوان وقليل الذوق. المهم بتقول انا قفلت منه خالص وكلامه ما عجبنيش ورفضت طبعا اللي هو بيقوله ده. ده عايز واحده تشتغل عليه وعلى مراته وعياله وامه وتقعد معاهم. دي اوضه شقه واحده، شقه واحده. انا هبقى في اوضه وهي وعيالها في اوضه وامه في اوضه، ولما يبقى عندي العيال ولاده يجوا عندي في الاوضه ونتبادل العيال ونفضي الاوضه في المكان اللي هينام فيه. ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتعرض المتدينين والملتحين كلهم للغلط. مش اكيد مش كلهم زيك، ناس كتير كانت ملتحية ومحترمة وزي الفل ورجالة زي الفل. انت مثل سيء، بتنشروا المثل السيء ده في وسط الشباب. حرام عليك، وليه كده؟
ايه الفكرة يعني؟ نفسي افهم. طبعا قالت له طب استأذنك، انا مش هكمل كلامي وهستأذن. طب استني ده انا فرصة هتندمي، ده انت بايرة، ده انت مش لاقي حد يتجوزك، يخرب بيتك. انت مين علمك تتكلم؟ انت عايز تتضرب على بقك؟ انت مش طبيعي. انت كده رايح تقدم لواحدة. هو عايز يفديها كل الفرص بانك انت بايرة ونفونة فرصة بالنسبة لك. ادي كل كلامه بيلف ويدور على كده، انك ما ترفضنيش عشان ما تندميش. طبعا روحت البيت قالت لوالدتها، وهو طبعا اتخانق مع صاحبتها. قالت له ده كلام يتقال برضه اللي انت بتقوله لها ده؟ في حد يروح يقول لواحده كده وهو بيتجوزها؟ راحت طبعا حكت لوالدتها. قال لها والله انا كنت صريح، انا قلت لها الصراحه، فهي اللي خسرانه، هي اللي هتقعد بايره برضه. راحت لوالدتها حكت لها على اللي حصل. طب وماله، ايه يعني؟ ما انت كده كده بتشتغلي ويبقى معاكي حته عيل قالت لها هصرف على واحده وجوزها وعيالها السته وامه؟ ليه؟ عشان ايه؟ ما نقول ابو الجواز اللي يبقى بالمنظر ده. ليه ارخص نفسي ليه كده؟ هو انا وحشه قوي كده؟ انا مش رخيصه، انا هقعد كده مثلا بيقول لك يا ماما قعدت الخزانه ولا جوازة الندامه؟ ما ينفعش. فبتقول قولوا لي انا امي صح ولا انا صح ولا ايه؟ مين الصح مين الغلط مين الصح؟ قالت انا اتربكت، انا دماغي وجعتني من كتر التفكير. ارجع في كلامي واقول موافقه، ولا اطنش الراجل دوت وابعد عنه وهو غلط وانا صح وان كلامي صح؟ فهي عايزاكم انتوا تقولوا لها يا بنات، هل هو فرصه كده بالنسبه لها، ولا ما تتجوزش احسن، ولا تستنى يمكن تجي لها فرصه احسن؟ ردوا عليها يا بنات بالله عليكم. ماشي حبايبي. ما تنسونيش يا بنات في اللايك والاشتراك، الله يبارك لكم. واقول لكم ايه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.